أهلا بيكم في قناة فن الطهي مع إيناس. يا رب تكونوا في أحسن حال. النهاردة هنعمل مع بعض كبدة الفراخ مع البطاطس وخضار، وما تستغربيش للوصفة لأن الوصفة فعلا حلوة، ولما تجربيها هتلاقيها فعلا حلوة. يلا بينا نشوفوا مقاديرنا. مقاديرنا عبارة عن نص كيلو من كبدة الفراخ، ومعانا بطاطس مقطعينها مكعبات وطماطم وبصل وفلفل أخضر، والتوابل بتاعتنا عبارة عن بهارات من اللحمة وفلفل اسود وحبة كمون وحبة جنزبيل، ومعانا ورق لوري وحبهان. هناخد طاسة على النار، هنحط معلقتين سمنة حلوين كده، وبعد كده هاخد التوابل بتاعتي كلها احطها في السمنة. اول ما السمنة تسخن معايا بحطها، ولما بشم ريحتها انا عايزة الزيوت اللي في التوابل والبهارات دي تبتدي تطلع معايا، علشان لما احط الكبدة اشم بقى الحاجات الحلوة دي. تمام. ما تنسيش وانتي بتتفرجي على الفيديو، لو انتي اول مرة بتتفرجي عليا ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك فيديوهاتي. بعد كده نزلت بالكبدة، بعد ما قلت لكم بعد ما شمينا التوابل والبهارات بتاعتنا قلبتها شوية، لان طبعا الكبدة ما تحبش تتقلب كتير عشان ما تتهراش. وبعد كده نزلت عليها بالبصلة، ولما البصلة ابتدى يتغير لونها كده ابتدت تصفر، نزلت عليها بالفلفل الاخضر. في الوصفة دي انتي برضو لو حابة ان انتي تحطي فلفل حامي براحتك، برضو دي حاجة ترجع لك. بعد ما قلبت الفلفل حطيت بعد كده مكعبات البطاطس اللي انا مقطعاها، البطاطس دي نية مش مسلوقة. واخر حاجة بحطها الطماطم، دول طماطمتين انا مقطعوهم. هقلب الكلام ده، وبعد كده ازود عليها كوبايتين مية واغطي عليها واسيبها تكمل سواها. بعد كده كملت سواها معايا وبقت تمام كده. كنت محضره لها بقى طاجن علشان اسويها في الطاجن، ادخلها الفرن تاخد كده الوش والريحة بتاعة الطاجن عشان طعم الاكلة يبقى احلى. دخلت بعد كده بقى معايا الفرن وخدت الوش الحلو بتاعها، وبعد كده طلع معايا طاجن البطاطس بالكبدة وكله مستوي معايا، وده الشكل النهائي للطاجن. واتمنى ان الفيديو يعجبك، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك فيديوهاتي، وان شاء الله اقابلكم في فيديوهات تانية.